هاني عبد الرحمن، مدير مكتب مصر اليوم ورئيس تحرير قناة السويس الجديدة. احنا دلوقتي على ظهر سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة، وهي أكبر سفينة حاويات فرنسية اسمها فاسكو دي جاما. هي زي ما حضراتكم شايفين كده على متنها 18,000 حاوية، حوالي 180,000 طن، جاية من السويس متجهة إلى بورسعيد. هتعبر بعد دقائق في قناة السويس الجديدة، هتسدد رسوم حوالي $1,000,000. في الحقيقة يعني ده رد عملي على بعض الناس اللي بتشكك في هذا المشروع العملاق قناة السويس الجديدة. النهارده أبطال، أنا بسميهم أبطال هيئة قناة السويس، المرشدين العاملين، النهارده الجميع بيتولى عملية إدارة هذه المنظومة العملاقة. في الحقيقة بنقول للمصريين ألف ألف مبروك، ودائما وابدا بنقول الكلمه السحريه الرائعه: تحيا مصر. المصريين عملوا المستحيل، حققوا الحلم هنا في قناه السويس الجديده.